وحدوتة النهاردة يا أصحابي بعنوان حمادة وصاحبته النعامة. كان يا مكان كان في زمان ولد صغنن جميل عايش في مزرعة كبيرة كبيرة. الولد كان اسمه حمادة. حمادة كان بيحب المزرعة خالص وبيقضي معظم وقته فيها، وخصوصا مع صاحبته النعامة. يا نعمتي انتي فين؟ انا بدور عليكي من الصبح، انا مستنيكي من بدري جدا. صحيتي؟ فطرتي؟ طمنيني عليكي، انتي وحشاني قوي. حمادة يا صديقي العزيز، ازيك انت؟ انا كويسة جدا جدا. بالراحة شوية، سؤال. ايوه يا سيدي صحيت، ما انا واقفة قدامك اهو. وايوه كلت الاكل اللذيذ اللي باباك حطهولي جنبي من بالليل في الحظيرة بتاعتي. اول ما صحيت لقيته كلته على طول، كنت جعانة جدا جدا يا حمادة. ألف هنا وشفا يا نعمتي يا حبيبتي يا فرفورة. أنا بحبك كتير كتير وعاوزك على طول تبقي مبسوطة وعلى طول شبعانة وفرحانة. أنا كمان بحبك يا حمادة وبحب أكون معاك على طول. أنت اتأخرت عليا ليه بقى النهاردة؟ أبدا يا ستي، كان عندي واجب كتير كتير من امبارح، وانتي عارفة النهاردة ويك اند صحيح، لكن كان لازم أعمل الواجب علشان ماما كانت متضايقة مني علشان ما عملتوش، فقلت أعمله الأول وبعد كده أجي بقى نلعب مع بعض طول النهار براحتنا خالص خالص خالص. أيوة برافو عليك يا حمادة إن أنت عملته. أنا عايزاك تبقى شاطر كتير وكل الناس تقول عليك في المدرسة إن أنت بتطلع عليهم الأول. أنا بحبك وعايزاك تبقى كويس. ايه ده؟ استني كده، استني، مين اللي جاي هناك ده؟ يا خبر ابيض، ده اصحابي كلهم جايين هناك اهم. عايزين ايه دول؟ أنا مش عارفة هم عايزين ايه يا حمادة، بس على طول لما بيجوا انت بتروح معاهم وتسيبني. اوعى تعمل كده النهاردة، انت قلت ان انت هتقضي اليوم معايا. استني بس يا فرفورة، استني كده لما اشوف عايزين ايه. خليكي واقفة هنا وانا هروح بسرعة اشوفهم عايزين ايه واجيلك تاني. طيب يا حمادة بس ما تتأخرش، ما تتأخرش، انا مستنياك، ما تتأخرش. وراح حمادة يا أصحابي علشان يشوف أصحابه الولاد اللي جايين له عاوزين منه إيه، بس أكيد كلنا عارفين هم عاوزين منه إيه. ازيكم يا أصحابي؟ ما أنا لسه سايبكم امبارح في المدرسة، إيه اللي جابكم النهاردة تاني؟ عاوزين إيه يا ترى بقى؟ يا سلام، يعني أنت مش عارف يا حمادة إحنا عايزين منك إيه؟ عايزين نخرج طبعا، النهارده ويك اند. اوعى بقى تقولي الكلام الفاضي اللي بتقولها لنا كل مره ان انت هتقعد مع النعامه بتاعتك فرفوره دي. لا طبعا، هنخرج مع بعض زي ما احنا بنعمل كل ويك اند. احنا سيبناك قبل كده، المره دي مش هنسيبك، لازم تيجي معانا، يلا بينا. ايوه حماد، يلا بينا، انت لازم تيجي معانا، احنا مش هنخرج من غيرك النهارده. الله بقى، وانت كل شويه تتحجج بحجه؟ ست فرفوره دي ممكن تستنى يعني لحد ما انت ترجع. الله، يلا بينا يا حماده. ايوه يا حماده، يلا بينا بقى، علشان انا محضر لك خروجه جميله خالص هتعجبك وهتقول يا سلام. اما وائل ده بيختار شويه اماكن للخروج، يلا وهتشوف بنفسك. استنوا بس يا جماعه، استنوا بس، انا وعدت فرفوره ان انا هقضي معاها اليوم النهارده. انا بقالي كتير ما قعدتش معاها، هتزعل مني وانا بحبها ومرضاش ان هي تزعل ابدا. طب اقول لكم، انا هروح الاول استاذن منها واقول لها ان انا هخرج معاكم. استنوا هنا، ما تتحركوش. ايه يا حمادة، مشيت صحابك؟ هتقعد معايا النهارده زي ما وعدتني؟ شكرا يا حمادة ان انت مش هتخرج معاهم وهتقعد معايا هنا. بصي بقى يا فرفوره، انا هقول لك الصراحه، انا ما قدرتش ان انا امشيهم، انا هضطر ان انا اخرج معاهم النهارده. معلش بقى سامحيني، هسيبك النهارده وهخرج معاهم وبس، اوعدك ان انا مش هتاخر وهرجع لك بسرعه. كده برضه يا حمادة؟ برضه هترجع في وعدك ليا وهتسيبني لوحدي اقضي اليوم وهتروح انت مع اصحابك وهتنساني طبعا طول اليوم؟ انا بقى هقعد اعيط هنا لحد ما ترجع. يا فرفوره ما تكبريش الموضوع كده، كل الحكايه ان انا هروح اخرج معاهم شويه وارجع لك. يلا بقى، يلا ما تعطلينيش، باي باي. وفضلت يا أصحابي فرفورة في المزرعة زعلانة عشان قاعدة لوحدها، وعشان حمادة ما وفاش بوعده ليها وخرج مع أصحابه وسابها.
وعدى وقت كتير وحمادة ولا هنا ولا واخد باله من الوقت اللي عدى. أما كانت حتة خروج النهاردة يا حمادة فظيعة جدا جميلة. شفت وائل ده عنده حق، وائل ده هو صاحب الأفكار كلها، دايما يودينا أماكن فظيعة وجميلة كده. أنا شخصيا اتبسطت جدا جدا. يا خبر ابيض يا جماعه، يا خبر ابيض، ده الوقت عدى جدا جدا. دلوقتي فرفوره لوحدها في المزرعه واكيد زعلانه مني كده برضو. تخلوني انساها بالشكل ده؟ بقول لكم ايه، انا هسيبكم دلوقتي كلكم بقى كملوا انتوا الخروجه بتاعتكم دي، وانا هروح لفرفوره حبيبتي علشان ما تزعلش مني. وجري حمادة يا أصحابي عشان يرجع بسرعة يروح لفرفورة اللي كانت قاعدة في المزرعة مستنياه، ولا كلت ولا شربت طول النهار وزعلانة جدا. كده برضو يا فرفورة، كده ما تاكليش ولا تشربي طول النهار؟ يا نهار أبيض عليكي، كده ممكن تتعبي يا فرفورة. ماما قالت لي وبابا كمان، وانا زعلت جدا جدا ان انت عملتي كده. ليه يا فرفورة، ليه تعملي كده؟ علشان انا كنت زعلانه عشان سبتني لوحدي وما وفيتش وعدك ليا ان انت هتلعب معايا طول النهار، وسبتني هنا لوحدي. اكل ازاي وانا حزينه كده، وكمان مش عايزه اتبسط وانت مش موجود. انا زعلانه يا حماده عشان نسيتني. يا نهار ابيض عليك يا فرفوره، انساكي ازاي بس؟ انساكي ازاي؟ ده انتي صاحبتي وحبيبتي، لا يمكن انساكي ابدا. خلاص يا ستي ما تزعليش، من هنا ورايح مش هخرج خالص اليوم اللي فاضي فيه، وهقعد معاكي هنا نلعب ونتنطط ونتبسط على الاخر كمان. يلا افرحي واضحكي بقى. بجد يا حماده بجد؟ هي شكرا يا حماده شكرا، انا مبسوطه كتير، بس يا رب توفي وعدك ليا المره دي. ومن الوقت ده يا أصحابي حمادة عمره ما ساب فرفورة لوحدها، ودايما بقى معاها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أتمنى يا أصحابي إنها تكون عجبتكم، وأتمنى ترجعوا مرات تانية كتير في قناة حواديت أنتي لومي عشان تشوفوا كل جديد وحواديت جميلة. باي باي يا أصحابي، باي باي.